السلام عليكم، يا رب تكونوا كلكم بخير. الفيديو المرة دي مختلف، مش هيبقى مجرد وصفة للغريبة، ولكن هو مرجع شامل ليكم ومقارنة ما بين أشهر وصفتين للغريبة على السوشيال ميديا. مش بس هنقارن الوصفتين ولكن كمان طرق التشكيل سواء بالإيد أو بالكيس الحلواني. غطينا كل التفاصيل اللي تخليكوا تعملوا غريبة ما تتقارنش بأي غريبة تانية. بيضة من فوق زي من تحت، متماسكة لا بتشقق ولا بتفرش، وكمان ما بتبصمش في الإيد، بثلاث مكونات بس من غير بياض بيض وتبقى دايبة دوبان. معروف من جدودنا إن الغريبة الناجحة هي 4-2-1. بس السؤال 4-2-1 بالكوباية ولا بالميزان؟ ايه الأحسن نعاير بالحجم 4 كوبايات دقيق 2 سمنة 1 سكر، ولا بالوزن يعني الدقيق نص وزنه سمنة ونص وزن السمنة سكر؟ علشان ما نتلخبطش الطريقة واحدة ولكن المقادير هي اللي هتختلف. الوصفة الأولى هنسميها غريبة الأجداد، دي بالكوباية 4 كوبايات دقيق مكبوس، يعني بنحط الكوباية في شكارة الدقيق كده ونطلعها من غير ما نحرك الدقيق الأول، فيبقوا الأربع كوبايات 600 جرام. وكوباية السمنة نشيل منها كده معلقة ما تبقاش مليانة للآخر، فالكوبايتين يبقوا 400 جرام. المهم ان احنا بنعاير بالكوب المعياري او بكوباية الشاي، بس خلوا بالكم انه في كوبايات شاي اللي هي بتبقى صغيرة شوية، لا انا هستعمل الاكبر شوية اللي بيكون تقريبا قد الكوب المعياري وساعتها تقريبا 230 مللي. المقادير التانية خلينا نسميها غريبة بياض التلج، ودي بالميزان. الأساس يعني في العيار الميزان. المفروض 500 جرام من الدقيق قصادهم 250 جرام سمنة و125 جرام سكر، ولكن لما زودت السمنة من 250 ل 300 جرام طلعت أظبط وأنعم بكتير. في المقادير دي المفروض إن احنا نحرك الأول الدقيق وناخد بالمعلقة ونحط في الكوباية علشان يبقى الأربع كوبايات 500 جرام. وأنا دايما بنصح إن انتوا تستخدموا الميزان سواء في الوصفة رقم 1 أو 2. تعالوا بقى نتكلم عن التكنيك والتفاصيل اللي بتفرق جدا في نجاح الغريبة. أول حاجة نوع الدقيق. الدقيق اللي نستخدمه دقيق فاخر استخراج 72%، ويفضل دقيق خاص بالكحك والبسكوت. يفضل ان نسبة البروتين في الدقيق تبقى في حدود من 8 ل 10%، ما تتعداش ال 11. اللي متابعيني من زمان عارفين ان انا بعمل خلطة لدقيق النواعم ما بستغناش عنها ابدا. كيلو الدقيق بشيل منه 125 جرام او كوباية وبدلها بالنشا. بنقلبهم كويس قوي وننخلهم مرتين او حاجة علشان نتأكد انهم اتوزعوا كويس، وبستخدمهم في كل النواعم بقى على حسب كل وصفة بتحتاج قد ايه. بمعنى تاني بنشيل من كل كوباية دقيق 16 جرام او معلقتين من المعالق المعيارية ونبدلهم بالنشا. طعم الغريبة بيجي من السمنة، فاختاروا نوع سمنة كويس لان هو ده اساس طعم الغريبة. ينفع نستخدم السمنة الفلاحي سواء بقري أو جاموسي، ولكن يفضل الجاموسي عشان لونها بيبقى أبيض. السمنة تكون باردة متماسكة وفي نفس الوقت مش محجرة، يعني أنا بحط إيدي فيها وهوت بتعلم، معنى كده إنها مش محجرة، فأنا بطلعها من التلاجة واسيبها شوية قبل ما اشتغل بيها، يبقى سمنة باردة بس في نفس الوقت طرية. يفضل إن احنا نستخدم السكر البودرة الجاهز علشان بيبقى مطحون ناعم جدا وكمان فيه نشا بتطري النواعم. فلو هتستعملوا سكر مطحون في البيت اطحنوه كذا مرة وانخلوه. معلش كده صحصحوا معايا علشان برضو التفاصيل اللي هنقولها في التكنيك مهمة قوي. هنجيب بقى البولة بتاعتنا ونحط السمن الباردة وننخل عليها السكر. السكر بنعايره الأول وبعدين ننخله مش العكس. ولازم طبعا ننخله علشان زي ما انتوا شايفين بيبقى فيه كلاكيع فيبقى كل حاجة ناعمة. اختياري ممكن نزود معلقتين من الحليب البودرة تقريبا 20 جرام، ورشة ملح ذرة ملح، وربع معلقة صغيرة من الفانيليا، والفانيليا طبعا تكون بودرة ما ينفعش الفانيليا السايلة. الغريبة الأصلية دقيق وسكر وسمنة، ولكن أنا لما زودت الحاجات دي مع الغريبة اديتها توازن وطعم لذيذ جدا، والاختيار طبعا ليكم. بقلب السمنة والسكر كويس الأول علشان لو استخدمت المضرب الكهرباء أو العجان ما يطيرش عليا ويبهدل الدنيا. بحب قوي إن أنا أضرب السكر والسمنة مع بعض كويس لحد لما لونهم يفتح. الخطوة دي مهمة علشان تدي اللون الفاتح اللي زي بياض التلج كده للغريبة، خصوصا لو السمنة اللي مستخدمينها سمنة صفرا يعني سمنة بقري. تقدروا تستخدموا ايديكم مضرب سلك يدوي كده او مضرب كهرباء، وبرده ممكن العجان باستخدام سلاح الكف كده هوريهولكوا كمان شويه. وطبعا زي ما احنا متعودين بنلم كده كل شويه بالسباتولا الكريمه ونرجع نكمل خفق. احنا مش بنضرب كتير، انا عايزه يدوب بس ان لون الكريمه يفتح، مجرد ان احنا نوصل للون ده كفايه جدا. احنا مش بنعمل بتيفور ولا بسكوت. احنا كده جاهزين نضيف الدقيق، طبعا بندخله ونضيفه شويه شويه بالتدريج زي ما احنا متعودين في كل حاجه في مخبوزات العيد. هتلاقوا بعض الوصفات ممكن ان احنا نخلط التلاتة مع بعض، الدقيق والسكر والسمنة من غير ما نضرب السكر والسمنة الاول مع بعض.
بس انا بلاقي ان لما بنضرب الاول السكر والسمنه لوحدهم بتبقى الغريبه زي ما قلت لكم لونها افتح وبتبقى هشه كمان. هتلاحظوا ان العجينه في الاول بتبقى مفروله كده عامله زي الرمل، وطول ما احنا بنبس فيها كده زي الكحك، زي ما بنبس الكحك. احنا الغرض هنا ان احنا نخلي كل ذرات الدقيق تتشبع كويس جدا جدا بالماده الدهنيه. طبعا حراره ايدي بتساعد جدا انه العجينه تلم وتنعم معانا، والخطوه دي مهمه قوي قوي، ما تتخيلوش قد ايه بتفرق في نعومه الغريبه. طبعا في البدايه انا بتاكد انه المقدار مظبوط، بان انا باخد حته كده واشكلها بايدي واكورها لحد لما تنعم خالص، وبعدين ادوس عليها. طالما مفيش اي تشققات يبقى كده المقدار مظبوط، كل حاجه تمام. طبعا انتوا ممكن تفتكروا ان احنا هنوقف لهنا، لا احنا مش هنوقف في المرحله دي. هتلاحظوا انه بدات تلزق اهو، هنفضل برضو مكملين لحد لما هتبقى عامله كده زي المرهم. كملوا برضو لحد لما نوصل لكريمه عامله شبه الحمص كده. الخطوة دي بتاخد وقت، يعني من 15 ل 20 دقيقة. لو ايديكوا وجعتكوا ريحوها وكملوا، او ممكن تستعملوا المضرب الكهرباء او العجان بسلاح الكف لحد لما نوصل للقوام ده كده. تاني خطوة بتفرق في العوامات الغريبة جدا، ان احنا نسيب العجينة ترتاح على قد ما نقدر، ساعتين 3 5 ساعات، وممكن حتى تبات لتاني يوم. الجو برد دلوقتي فبسيبها في حرارة الغرفة عادي، لكن في الصيف بدخلها في التلاجة. أنا سبتها تقريبا ليلة كاملة، وقبل ما اشتغل فيها دخلتها التلاجة تقريبا ساعة أو ساعتين. بصوا ده شكلها بعد ما خرجت من التلاجة، عاملة كده زي الحجر ومفرولة وحالتها حالة. بنقسم العجينة دي ل3 أو 4 أجزاء كده، اخد جزء اشتغل بيه والباقي بدخله التلاجة. مهم جدا ان احنا نحافظ على برودة العجينة طول الوقت، لان الحرارة العالية هي العدو الاول لعجينة الغريبة. باخد جزء وابدأ انعمه بايديا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بدعكها كده، حرارة ايدي بتساعد انه العجينة تلم وتنعم خالص. مش بندعكها كتير في المرحلة دي، يدوب بس كده ان هي تنعم معانا، لان لو فضلنا ندعك فيها جامد هتبدأ تلزق في ايدينا. شايفين بقى الفرق ما بين اللي اتخدمت واتنعمت واللي لسه ما دعكناهاش؟ الفرق واضح جدا، افتح وانعم بكتير. طبعا الغريبه ممكن تتشكل بالايد او بكيس الحلواني. لو هشكلها بايديا مش محتاجه انعمها اكتر من كده، بالعكس هي لو نعمت اكتر من كده هتبقى بتلزق جدا وهتعذبكم في التشكيل. لو حسيتوا ان هي بتلزق في ايديكم جامد قوي يبقى هي محتاجه تبرد، دخلوها التلاجة شويه وارجعوا شكلوا فيها تاني. العجينه فيها كميه سمنه محترمه، فانا ما بدهنش الصواني بتاعتي باي حاجه. شكلوها بقى كور صغيره كده، يعني في حدود 10 11 جرام، هو ده الحجم المتعارف عليه الغريبه. انا بوزنهم بالميزان وبخليهم كلهم قد بعض علشان ياخدوا التسويه مظبوطه، يعني يبقوا كلهم حاجه واحده. بسيب مسافه بسيطه ما بين كل واحده والتانيه، لان هي بتزيد حاجه بسيطه قوي في الفرن. زينوها بقى براحتكم، ده حاجة ترجع لذوقكم، مكسرات، حبلولي، أو تسيبوها من غير أي حاجة. الغريبة مش بتتبطط، احنا بس يدوب بنضغط ضغطة بسيطة خالص كده، نحط في المكان ده كريزة، فص لولي أو مكسرات، أو ممكن نسيبها خالص كده وبعد التسوية نحط في الحتة دي بقى شوكولاتة. بحب كمان جدا اعمل الشكل بتاع زمان، اللي هو 3 كور صغيرين جنب بعض كده، بتبقى شكلها حلو قوي وعسولة. يعني كل كور منهم تقريبا كانت 3 جرام، بحيث انه الغريباية على بعضها تبقى في حدود 9 جرام. ابدعوا بقى انتوا بالاشكال اللي تحبوها، وقولوا لي في التعليقات انتوا بتحبوا تشكلوها ازاي. المهم لو احنا هنشكلها بقى بكيس الحلواني لازم نفضل ندعكها كده لحد لما ترجع للقوام الكريمي الناعم ده اللي زي الحمص. بجيب كوبايه احط فيها الكيس، ده بيسهل قوي عليا لما اجي احط العجينه جواها. ما نملاش كيس الحلواني، يعني يا دوب بس التلت علشان نقدر نتحكم في العجينه. ونبدا بقى كده نحرك العجينه ونفعص فيها بايدينا كده علشان نخرج كل فقاعات الهواء وكمان تنعم معانا اكتر. بنمسك الكيس بالشكل ده كده، وتبقى ايدينا بتضغط في التلت اللي تحت. وطبعا القمع اي شكل تحبوه، بس علشان الشكل التقليدي بتبقى القمع المدور ده. ايدينا تبقى مستقيمة ومرفوعة سنة فوق الصينية، ونبدأ نضغط ونعد تقريبا 1 2 3. الضغطة برضو بتفرق، يعني لما نضغطش جامد قوي تبقى ضغطة متوسطة، ومع الوقت انتوا هتقدروا تظبطوها توزنوها، لانه بسهولة قوي لو في شكل مش عاجبكم او حجم الغرابة مش مظبوط بتشيلوه بسهولة قوي وترجعوا للكيس وتصبوه تاني. الغريبات هتلاقوها كده ليها بوز صغنن، فبدخلهم التلاجة 3 دقايق ولا حاجة، مش عايزاها تجمد، انا عايزة بس التلزيق اللي فيها يروح. حطي صباعي كده في الدقيق وابدأ انزلهم. وحابين تحطوا بقى اي حاجة فوق الغريبة براحتكم. ممكن برضو تختاروا شكل القمع اللي وردة، بيبقى لذيذ قوي وكيوت.
مرحلة الخبز مهمة جدًا، جدًا. لو الجو حَر لازم إن أنا أدخّل الصواني قبل ما أخبزها التلاجة تقعد مثلًا 10 دقايق، ربع ساعة علشان ترجع تمسك تاني. طبعًا في الغريبة وفي كل نواعم العيد إحنا بناخد واحدة أو 2 الأول ندخّلهم الفرن علشان نختبر التسوية ودرجة حرارة الفرن. لو فرشت يبقى معنى كده إن العجينة غالبًا محتاجة تدخل التلاجة شوية تبرد، أو إنه أنتم يعني قلّلتوا الدقيق، محتاجين نزوّد معلقة أو 2، وغالبًا لو مستخدمين الميزان مش هنحتاج نزوّد دقيق. لو شقّقت يبقى الحرارة عالية نقللها شوية، أو إن أنتم زوّدتوها زيادة عن اللزوم فممكن تحجّر معاكم. درجة حرارة الفرن ومدة التسوية هتختلف من فرن للتاني. معلش إحنا هنجرّب كام مرّة كده لحد لمّا نضبط درجة الحرارة ومدة التسوية. في الفرن بتاعي باحط الصاجات في التِلت اللي فوق على درجة حرارة 130 لمدة تقريبًا 15 ل17 دقيقة. في ناس بتسوي على درجة حرارة 140 أو 160، وفي كمان بيدخّلوها على 120، فعلى حسب فرنه. المهم إنه الحرارة تبقى هادية ما تكونش عالية أبدًا. بتعرفوا إن الغريبة استوت لمّا نجيب معلقة كده ونبدأ نهزّها تتحرّك، يعني تبدأ تتحرّك بتبقى بتلزّق في الإيد، بس في نفس الوقت بتحسّوا إن هي متماسكة. ما ينفعش أبدًا نقرّب من الغريبة لحد لمّا تبرد تمامًا، تمامًا، يعني باسيبها في الصواني تقريبًا 3 ساعات وممكن لحد تاني يوم، علشان لمّا نمسكها ما تتفرفتش وما تبصّمش في إيدينا. بُصّوا ما بتلزّقش خالص في إيديّا وبتبقى متماسكة وجميلة، وشايفين التسوية من فوق زي من تحت، زي بياض التلج بالضبط. باخزّنها بقى في علبة بلاستيك، أو لو هتستخدموا كرتونة غلّفوها بورق فويل علشان الورق ما يمتصش السمنة اللي موجودة في الغريبة. بنحطهم في رقات وما بين كل طبقة والتانية سوليفان أو بلاستيك غذائي. نغطيها كويس ونسيبها في مكان بارد بعيد عن الرطوبة. الغريبة كل ما بتقعد بتبقى أنعم بكتير، يعني تاني يوم بتبقى طعمها أحلى من أول يوم خبزتوها فيه. خلّوا بالكم لمّا بيكون الجو بارد أوي ممكن تحسّوا إن هي ناشفة، لكن أول ما تقطموها بتدوب في بُقُّكم، ده عشان حرارة الجو، لإن فيها سمنة عالية فبتجمد في حرارة الغرفة عادي. تعالوا نشوف بقى الفرق ما بين غريبة الكوب وغريبة الميزان، أو غريبة الأجداد وبياض التلج. اللي على الشمال دي بالكوباية هتلاحظوا إن هي فرشت سِنّة، لإن نسبة السمنة فيها أعلى، ومن ناحية النعومة الاتنين ناعمين، ولكن طعم السمنة في الغريبة اللي على الشمال كان أقوى، لإن هي نسبة السمنة فيها أعلى. دي الغريبة اللي معمولة بالكيس، بتبقى أنعم وهشة وبتدوب أكتر من اللي معمولة بالإيد. نتيجة الاستفتاء بقى بعد ما دوّقت كل العيلة الغريبة، أجمعوا على إن هم كلّهم حلوين وناعمين، ولكن كان في بقى تفضيل، يعني اللي بيحبوا الغريبة بتاعة زمان أوي بطعم السمنة الأصلي، حبوا غريبة الأجداد جدًا بالكوباية. أمّا بقى الأطفال والجيل الجديد وأنا شخصيًا باحب التوازن اللي موجود في غريبة بياض التلج. بتبقى دايبة وناعمة ومميزة من غير ما يبقى طعم السمنة فيها طاغي. ولو هاختار في طريقة التشكيل فبافضّل الكيس علشان أسهل وأسرع بكتير، وزي ما قُلت لكم بتطلع أنعم من اللي معمولة بالإيد. فأنتم جرّبوا وقولوا لي رأيكم أنهي طريقة عجبتكم أكتر. أشوفكم على خير، سلام عليكم.